مكملة معاكم سلسلة الفيديوهات القصيرة عن أهم الريد فلاجز أو العلامات الخطرة اللي بتستدعي الاستقالة. طبعا أنا بنفس كوباية القهوة لأن أنا بصور متواصل، يعني تمام كده؟ أوكي. يلا، عارفة إن أنتوا متحمسين للريد فلاجز وأنا حاولت إن أنا أجمعها لكم كده، يعني الريد فلاجز اللي في الصميم، تمام؟ اللي بتجيب من الآخر بناء قلنا على إيه؟ بناء على تجربتي الشخصية الحقيقية اللي مريت بيها. قعدت في الشغل شويه حلوين كده وابتديت بقى الدنيا يعني تبقى واضحه معاك واخدت على الناس وكل الحاجات دي. اول ريد فلاج تقدر ان انت تقول عليه ان هو مش طبيعي وفي حاجه كده مريبه بتحصل، هو عدد المرات اللي بيستقيل فيها الاشخاص من حواليك. كام زميل ليك بيستقيل على مدار سنه كامله؟ الاستقاله عاديه، ممكن واحد يمشي يجيله اوفر حلو احلى، 2 3، انما 10 يمشوا في سنه واحده، غريبه قوي صح؟ بتبتدي هنا تتساءل، هي الناس دي بتمشي ليه؟ يعني دلوقتي لو انا مرتاحه في مكان، طبعا من الصح ان انا ابتدي برضو ادور على اماكن احسن وارتقي وكل الحاجات دي، بس الناس دي بتمشي ازاي؟ ايه العدد ده كله اللي بيمشي في وقت قصير؟ وتبتدي تسال نفسك هما بيمشوا ليه؟ وفي نفس الوقت الشركه ما بتتمسكش بيهم. فتبدا تحس كده ان في حاجه مش مريحه. بالنسبه لي بقى العلامه الاخطر، واللي كانت بالنسبه لي بقى ايه، يعني مش بقى علامه خطره، دي حريقه، ان بعد ما الناس دي بتمشي تلاقي بيتقال عليهم كلام وحش قوي. ومن مين؟ من مديرك اللي هو اصلا برضو مديرهم. تبتدي في حاله ذهول، يحصل ايرور كده في دماغك، ايه الناس دي ازاي وانت بنفسك كنت بتشوف شغلهم وبتشوف قيمهم وبتشوف اخلاقهم، ولكن تبتدي تلاقي ان في كلام بيتقال عليهم وحش قوي، وكأن المدير دوت عاوز يحمي نفسه، عاوز يوصل للناس بصوا هم اللي سابونا، هم اللي وحشين. دي من اهم العلامات الخطر اللي مفروض يعني مش تعمل لك ايرور في دماغك، ده تعمل لك ايرور في حياتك كلها. ان ازاي حد كان معانا وواكل معانا عيش وملح وخدم الشركه كتير قوي بيتقال عليه الكلام ده لما طلع؟ انا متفهمه جدا ان ممكن حد يمشي ويكون مثلا في مشكله بينه وبين المدير، بس انه يتقال عليه كلام وحش ويتذم فيه بحاجه باطله، ده اللي غلط. نصيحتي ليك في الوقت ده، اوعى تسكت عن الحق. ولما تكون في مجلس اتقال عن زميلك كلمه غلط او كلمه مش صح وانت عارف انها مش صح، اياك تسكت، تدافع وترد غيبته. وحوار بقى انا ماليش فيه وانا مالي، هو الكلام اتوجه لي، احب اقولك ان انت كده شيطان اخرس. وتعرف ان زي ما انت سكت وما ردتش غيبه صاحبك ده او زميلك اللي كان معاك واكلتوا عيش وملح مع بعض، هيجي عليك الدور وانت هتمشي وهيتقال عليك نفس الكلام. هنا بيحصل ايرور جامد جدا بجد في حياتنا وفي دماغنا، واللي هو ازاي المكان اللي انا قاعد فيه ممكن يحصل فيه كده؟ ومن مين؟ من المدير اللي هو المفروض القائد اللي بيقودنا. وعلى فكره هي الكارثه اكبر بقى لما يكون المدير ده متشعب في حاجات كتير قوي في الشركه، يعني مدير وسي او وبي ترينر وبي كوتش والكلام ده. تبدا تسال نفسك هو ازاي انه ترينر، ازاي انه كوتش، ازاي انه مدير، ازاي انه هو المفروض قدوه لينا بيعمل كده، بيتكلم عن الناس بالمنظر ده ازاي؟ طب فين اللي بيقدمه للناس؟ فين اللي هو اللي بيقوله للناس؟ يبقى كده اصبحت في بيئه عمل منافقه غير آمنة تماما، لأن اللي بيحصل جوه بيئة العمل والتصرفات اللي ضد أخلاقك وضد قيمك اللي بتحصل هنا هي عكس اللي الناس شايفينه بره. يبقى من أهم العلامات الخطرة اللي انت تلاقيها في الشغل وتبدأ تحسب حساب خطوتك كويس قوي بعد كده، هي عدد الاستقالات الكتير اللي بتحصل حواليك، زائد ان رد فعل مديرك او زمايلك في الشغل وكلامهم الغير امين والغير حقاني في حق زمايلك اللي بيمشوا. دي من اهم العلامات المهمة جدا اللي تخليك تبقى حذر جدا وانت جوه بيئة العمل.